السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم تحليه طبقات بذوق القهوه، ودرت لكم فيها صوص شوكولا بمكونات بسيطه موجوده في كل دار. لعشاق القهوه تبع معايا الوصفه للاخير، ما نطولش عليكم فيديو، نقولوا بسم الله. اول حاجه راح نخدموا طبقه تاع البسكويت. نحتاج فيها 2 بيضات، ملعقه كبيره تاع لافاني، وكاس سكر عادي. نخلط كامل المقادير مليح بالفوي حتى يبيض الخليط. بعدها طلعت بريس، طيبت القهوة، ضفت للخليط هذا كاس قهوة لازم تكون دافية شوية، وضفت تاني كاس الا ربع تاع زيت. نخلط مليح المكونات مع بعضها، لازم هذاك الزيت يدخل في المقادير مليح. ومن بعد ضفت نصف كاس كاكاو بني، وراح نبدا نضيف الفرينة بالتدريج. هنا في الاول ضفت 5 مغارف و2 اكياس خميرة الحلويات، ونكمل نخلط المكونات مليح مع بعضها، ونشوف اذا القوام مازال خفيف نزيد نضيف له الفرينة. وهنا لقيته مازال خفيف شويه، ضفت له 3 مغارف كبار تاع فرينه. اسم الفرينه كامله جاتني 8 مغارف. ما تكتروش ياسر الفرينه، على خاطر درنا كميه مليحه من الكاكاو، راهو نص كاس. يسمى تنشف البسكوي، ينشف في الفور اذا كترتوا الفرينه ويجيكم يابس. هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، ما يكونش خفيف ياسر. حطيته في المول اللي كنت دهنته بشويه زبده ورشيت عليه فرينه. المول تاعي فيه 30 على 30 سنتيم. اسمع المقادير اللي مديتها لكم راهي تجي على قد المول هذا، واذا عندكم مول صغير نقصوا المقادير. بعد دخلته للفور اللي شعلته على 180 درجه، طيبته غير من تحت، شعلت عليه غير من تحت برك. بدالي في طياب ربع ساعه. كما على بالكم بلي اي حاجه فيها الكاكاو ما تطولش في الطياب. وبعد ما برد البسكوي شربته بكاس تاع قهوه بارده، وراح نخليه على جنب حتى يتشرب مليح البسكوي، ونحضروا الطبقه الثانيه مع بعضنا. للطبقه الثانيه نحتاج كاس شانتي مع نص كاس قهوه. خلط كلش بارد في بارد، بنخلطهم مليح بالباتر حتى نتحصل على هذا القوام. لازم تكون لا كريم حاكمه روحها مليح، واذا عندكم لاروم تاع القهوه ضيفوا لها، حتعودكم ياسر بنينه. هنا حطيت الكريمه فوق البسكوي، نوزع الكريمه بالتساوي، نعدلها مليح بلا سباتول، وبعد دخلها الفريجيدير تبرد مليح. وفي هذا الوقت نحضروا طبقه ثالثه اللي هي لاصوص تاع الشوكولا. فيها 2 كيسان تاع ماء، ديروا ماء عادي بارد نورمال، مع 5 مغارف كبار تاع سكر حبيبات. اذا حبيتوا تزيدوا السكر زيدوه، خاطر انا كي درت 5 مغارف ما جاتنيش حلوه. ملعقه كبيره تاع لافاني، 3 مغارف كبار كاكاو، وملعقه كبيره تاع نشا، و2 مغارف كبار تاع زيت عادي نباتي. نخلط كلش بارد في بارد، نحطه فوق النار مع التحريك المستمر حتى يطيب ويعقد الخليط، حتى يولي بهذا الشكل. تولي عندكم صوص شوكولا. تحبوا تزيدوا له حبيبات الشوكولا، ولا اذا عندكم لا باتاتا ختيني تاع اوبتيلا ولا اي نوع تاع شوكولا زيدوا. وهنا شوفوا فرغت على الخليط، وهي لا شانتيي مازال ما بردتش. نتوما خليو الطبقه الثانيه تاع الكريمه تجمد باش نضيفوا لها لاصوص. هذه هي. وزعت الخليط مليح، ومن بعد في التزيين درت غير الكاكاو من فوق، والتزيين يبقى اختياري لكم. هذا مكان نزينها ونزيد نخليها تبرد مليح حتى تحكم روحها، ونرجع نقسمها معكم فيما بعد. وهذه هي التحليه تاع نهار اليوم. شوفوا الطبقات كيفاش راهم باينين. خليوها برك تبرد مليح باش تقسموها. جات فيها واحد البنه يا البنات، تبل صورتو اللي يحبوا القهوه لازم تجربوها، انا متاكده راح تعجبكم. ما تجيكمش كامل حلوه، الطعم تاع الكاكاو والقهوه ينقصوكم من الحلاوه. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم فيها وفي الوصفه تاعي. اذا يعجبوكم ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم وتخلوا لي جيم، وتهلاو في روحكم. السلام.